وحده من اجمل اللحظات في الحياه هو اني نعيش في وسط الطبيعه. وثاني شيء هو انه نمتلك ارض فلاحيه كيف ما هذه اللي امامي هنا مباشره. اليوم انا معكم من نواحي مدينه تيفلت مع الناس اللي عزيز عليهم الاراضي الفلاحيه واللي بطبيعه الحال باغيين مساحه ديال 2 هكتارات، وبطبيعه الحال جات بالقرب من الجيران، سواء الجهه ديال اليمين ديالك او الجهه الاخرى او الجهه. شوف الدنيا كي دايره تبارك الله، واحد الواد كيدوز من الجانب ديالك هنايا. وكذلك انا وياكم على طريق اللي رسميه بالعرض ديال 5 ديال الامتار كتجيبني مباشره حتى هذه الارض، والجيران كذلك من الجهه الاخرى، والكهرباء ما بعيدش عليك. وحنا كنوجدوا على بعد 1 كيلومتر من الفيلاج هنايا، يعني حتى الا بغيتي تجي تستقر في هذا المكان هذا. 2 هكتارات ملكيه عدليه قابله للتحفيظ بثمن اللي زوين. غنبدا لك بالثمن هو الاول 35 مليون الهكتار. تباع هذه القطعه اللي كتشوف فيها امامي تبارك الله ما شاء الله، هي اليوم جبت لك الميزه كنتي وصيتيني عليها، فخليكم معايا غنبداو الفيديو نعرفوا التفاصيل، ومن بعد غادي انت باش تشوفها. بسم الله. كيف ما كتشوفوا امامي هذه الطريق هذه بعرض ديال 5 الامتار اللي كتجيبني، هذه ستون بيست بيبليك اللي كتلقى ليا مع التوفنو. من تنقول لك 1 كيلومتر من الفيلاج، 1 كيلومتر طريق التوفنو كلها توفنو، الا عندك تقريبا واحد المسافه ديال 100 المتر بيست بيبليك كتدخل معها. وبطبيعه الحال حتى كنوصل للارض ديالنا اللي هي هذه مباشره امامي هنا. وبطبيعه الحال الحاجه اللي ما ندخلش ليها انا بالسياره ما خصكش انت تجي ليها بتاتا، واللي كتشوف حاط السياره هنايا. اوكي، الارض ديالنا بطبيعه الحال عندها المدخل ديالها هنايا ضيق شويه، ولكن غير تقريبا عندك واحد 8 متر 10 متر وكتولي اعرض. واللي كتشوفوها غادا عندنا لي بوطو الكهرباء راه هما هذوك امامكم غاديين مباشره ليها، واللي بطبيعه الحال نقدر نمشي ندخل ليها انا من هذا الجانب هذا. بسم الله. الارض ديالنا كانت فازقه قبلا، ولكن الحمد لله اليوم الارض ديالنا بدات كتزيان تبارك الله ما شاء الله. هي هذه امامي، زيد معايا تبارك الله ما شاء الله. كتشوف الارض ديالنا كامله هي هذه. نمشيو ندخلوا شويه لداخل باش تشوفوها، اجيو معايا. ملي كنوصل هنا احنا بطبيعه الحال في البدايه ديال الارض ديالنا، بطبيعه الحال العرض ديال الارض ديالنا هو هذا، ومشى حتى الجزء اللي فيه ليها دوك الاغصان ولا الاعواد اللي كيحطوا لنا نورمالمون الجيران هنا يحطهم في الحد. وبطبيعه الحال المكان اللي حطيت فيه السياره هو هذاك اللي فيها، وبطبيعه الحال المدخل ديالها هو هذا. كما قلت لكم عندنا واحد المسافه تقريبا ديال واحد 10 المتر هنا، وزايده عندي تقريبا واحد المسافه ديال 6 المتر. جاتنا ضيقه، ولكن بمجرد كنفوت ديك 6 المتر كتولي عندي الارض عريضه تبارك الله ما شاء الله، وكتمشي عندي مباشره مع هذا الجانب هذا. حاليا راه مغروسه بالزرع، حنا غاديين في وسطو هنايا تبارك الله ما شاء الله. حتى كنوصل شي داك البوطو راه هو اللي كيبان ليا تما. هذاك البوطو يعتبر نورمالمون حداه بالضبط كاين عندي الحد اللي كيمشي حتى لديك الدراها اللي كتبان تماك بالتحديد. واما الجهه الاخرى فراه كنوصلوا تقريبا حتى لدوك الجيران راه هما اللي كيبانوا ليا تقريبا حتى لحداهم. الارض ديالنا اللي هي المساحه ديال 2 هكتارات اللي غادي نتموا غاديين مباشره هنايا. بطبيعه الحال التربه مزيانه، فرشه مائيه مزيانه، وكنتكلموا على موقع اللي مميز وثمن اللي مميز. 35 مليون الهكتار لهذه القطعه هذه صراحه شيء اللي جميل تبارك الله، خصوصا كتشوفوا الطريق الرسميه السياره محطوطه في هذا المكان هذا هو. واللي بغى يحفظ بطبيعه الحال دائما كنرجع نتكلم على هذا الامر هذا بالتحفظ بوحدك، الله يسخر لك. بغيتي نتكلف لك بالتحفيظ بطبيعه الحال كنقدر ان نتكلف للناس وكنحفظ من العقار ديالهم الى حدود انه كياخذوا لي تيتر ديالهم. هذا الامر هذا راه درناه العديد من المرات، والحمد لله حاليا عندي مجموعه تاع الملفات اللي كنقوم بالتحفيظ ديالها، وكنظن خصني ندير لكم شي فيديو باش انكم تطلعوا على الطرق ديال التحفيظ اللي كنديروا. داكوغ، السياره قلنا مخلينها هنايا، ومن هنايا تبارك الله ما شاء الله كتشوفوا غاديين الحمد لله. اجواء لي جميله صراحه. زيدوا شويه للوسط، هنا بالتحديد كنكونوا وصلنا للوسط بالضبط. كتشوفوا الجيران حدانا دائما. البوطو الكهرباء هو هذا كيبان لكم، عندنا البوطو الكهرباء كاين لهيه وكاين هنايا وكاين في جزء، يعني ما عنديش مشكله انه موجود عندي في وسط الارض، يعني مشكل الكهرباء متجاوز، ما عنديش فيه مشكل بتاتا. القطعه الارضيه ديالنا جميل فيها هي انها جات مرتفعه شويه من الجهه الاماميه ومنخفضه شويه من الجهه الخلفيه، مرتفعه من الجهه الخلفيه ومنخفضه شويه من الجهه الاماميه، ولكن ميلان بسيط بمعنى الكلمه. لافونتاج ديال هذا الميلان هو انه ما كتحافظش ليه على الماء في وسطها، يعني ماشي على شكل ضايع باش انها تجي مقعره وتجمع لي فيها الماء، كاع الماء اللي جا كيهبط لتحت. وهذا راه امتياز لاي واحد كيفكر. دائما الدار كنديروها في اعلى منطقه فيها باش كنحافظوا حتى الارض ديالنا ما كتشدش ليا الماء بزاف، وبالتالي ما كيموتش فيها الربيع. في هذه الفتره هذه البلايص اللي فيهم الضايات راه كلهم مات فيهم الزرع. وهنا كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوف الدنيا كلها خضره، كتشوف يعني انها ما كتشدش ليا المياه وتقتل ليا اي شيء زرعته، وانما كتشبع المياه ديالها، كتبقى تعطيني الفائض كتحطه في الجنبات ديالها. فرصه بالنسبه لك لاي واحد مهتم بهذه الارض هذه، شوف اخر نظره، شوف ليا الهيه تبارك الله ما شاء الله كيفاش دايره، اللهم لك الحمد. فرصه بالنسبه لكم باش انكم تجيو تشريو هذه القطعه الارضيه اللي كتبعد لنا من تيفلت بحوالي 11 كيلومتر.
ملكيه عدليه 2 ديال الهكتارات قابله للتحفيظ، منطقه مميزه وكتميز بالفرشه المائيه، الكهرباء متوفره عندك، والطريق 1 كيلومتر من الطريق المعبده حتى لعندها الطريق اللي توفنوا الا تقريبا 100 متر لطريق بيست، واللي كتشوفوني دخلت فيها السياره بدون مشكل، ولا تكون عندك السياره هابطه كتدخل في فتره الشتاء كتقدر تدوز. والثمن شحال؟ 35 مليون للهكتار. ميزه جديده مع عبد الله فيرمة اراضي في الاحياء. دائما باش الناس دائما اللي كتقول لك بغينا اراضي زوينين، هي فرصه بين يديك. معكم مبروك.